أحمد العوضي خان ياسمين عبد العزيز مع الفنانة زينة، ده كمان هيتجوزها قريب بعد قصة حب قوية جمعت بينهم وهما بيصوروا فيلم الاسكندراني. ده كلام كتير اتنشر جامد جدا الساعات اللي فاتت وحرفيا قلب الدنيا على السوشيال ميديا. هل الكلام ده حقيقي فعلا؟ وازاي ياسمين ردت عليه؟ وخلاص هنقول لكم سبب الطلاق الحقيقي وهنكشفه ليكم حالا. ياسمين قررت ترد على خبر خيانة العوضي ليها مع زينة، وقررت تحط النقط على الحروف، وقالت من شوية على حسابها على انستجرام: أشهد أمام الله إن هذا الرجل لم يخني خلال 5 سنين جواز، وانفصالنا شيء قدري مش بإيدينا. وبكده وبالطريقة دي ياسمين حطت حد لكل الإشاعات، وبكده العوضي لا خانها مع زينة ولا مع غيرها، وزينة بالنسبة له مجرد زميلة عمل. لكن كلام ياسمين وضح ايه سبب الانفصال والطلاق اللي صدم الكل. ياسمين قالت في وسط الكلام: طلاقنا مش بإيدينا، ده شيء قدري. خلينا نقول لكم ان العوضي في النهاية زيه زي اي راجل عايز يبقى اب وعنده اولاد واسرة، وللأسف ال5 سنين جواز منجحتش فيهم ياسمين انها تحقق له الحلم ده. ده كمان لو تفتكروا ياسمين كانت بتعاني من مشاكل صحية ممكن تكون السبب جدا في انها فشلت في الحمل، ده غير طبعا سنها واللي عدى ال40. ياسمين عبد العزيز من مواليد 1980، يعني عندها 44 سنة بالظبط. وطبعا العوضي عنده أهل بيتمنوا يشوفوا ابن ليه، وأكيد طلبوا منه يعيد نظر في علاقته بياسمين، واللي واضح جدا إنها ساعدته إن ياخد القرار الصعب ده، وإن علاقتهم تنتهي بالطلاق. خلينا نقول لكم كمان إن أكتر حاجة بقى الناس بتتكلم فيها إن كان فيه خبيرة أبراج لبنانية تنبأت بطلاقهم، ووقتها رد العوضي عليها وقال: يا ساتر يا رب، كذب المنجمون ولو صدقوا. من الحاجات الغريبة كمان في موضوع الطلاق ده إن كل واحد منهم لسه محتفظ بصوره مع التاني على السوشيال ميديا، وده مخلي ناس كتير جدا عندها أمل إنهم يرجعوا لبعض، لأن لو القرار كان نهائي كانوا مسحوا صور بعض زي ما بيعمل النجوم دايما. وعلى فكرة بقى في محاولات للصلح بينهم من أصحابهم اللي برضو لسه مش مستوعبين قرار الانفصال. في النهاية بقى تفتكروا الخلفة ممكن تخلي العوضي يطلق ياسمين ويسيبها بعد قصة الحب القوية دي؟ وتفتكروا فعلا إن أهله اتدخلوا عشان ياخد القرار ده؟ شاركونا بالتعليقات. كمان قولولنا توقعاتكم، تفتكروا هيرجعوا لبعض قريب ولا الطلاق قرار نهائي؟